طب في فيديو كده انا شفته مايا خليفه، طبعا انت شايفها عامله كده كده تقول حاجه مهمه، حاجه عظيمه يعني. فتعال نشوف مايا خليفه هتقول ايه على الرجاله. نسمع كده. Men are the easiest thing in the entire world. ايوه، ليه يا ترى؟ هي بتقول ان الرجاله اسهل حاجه في العالم دوت، يعني الراجل مفيش اسهل منه. ليه يا ترى؟ تعال نشوف. If you are wondering how you and another woman got the same man, بتقول لو انت بتتسائلي اللي انت وبنت تانية حصلت على الراجل نفسه. نكمل. it is because men are the easiest thing in the entire world. بتقول لو انت كنت مع راجل وفي بنت تانية بقت مع نفس الراجل دوت، يعني انتوا الاتنين في نفس الوقت، او انت خلصتي وهو راح لواحدة تانية. بتقول لان الرجالة هما اسهل حاجة في العالم. ما عرفناش السبب. تعالوا نشوف ايه السبب، يمكن حاجة مقنعة. I have never wanted a man and not gotten him. بص بقى بتقول ايه. بتقول انا عمري ما عوزت راجل وما تحصلتش عليه. طيب بصي، هي من الاخر كده، هو الفيديو قديم، الفيديو ده قديم على فكره من سنه، بس انا برد عليه دلوقتي، انا لقيته يعني بالصدفه. بس انت مش عارفاه ان دوت عيبه في حقك، ان البنت لما تقول كده دوت يقل منها مش يرفعها. لان انا مش متخيل مدى الجهل والتخلف اللي هي فيه. البنت لما تقول كده، انت لما تقولي في فرق بين الراجل والست، احنا زي ما اتفقنا، انتوا في كوكب واحنا في كوكب تاني. انت لما تقولي انا عمري ما عوزت راجل الا وتحصلت عليه، ده حاجه تقل منك وحاجه تعيبك، وده طبيعي لانك بنت. البنت مهما كان جمالها تقدر تجيب اي راجل في الحرام، طبعا مش في الجواز، بقول في الحرام يعني. فدي حاجه تقل منك. لكن لو انا كراجل، انا مثلا كمصطفى كبحر، جيت جسم بحر، ما علينا، لو انا قلت على السوشيال ميديا انا عمري ما عوزت بنت الا لو تحصلت عليها، هو دي حاجه حرام. لكن في نظر المجتمع الغربي على الاقل، دي حاجه تعليني او تعلي من قيمتي، لان مش اي راجل يقدر يتحصل على اي بنت، مش كده؟ لان البنت عامله زي الفلوس، مش اي راجل يقدر يتحصل عليها. فالموضوع دوت هيعلي قيمتي، والناس تشوفني ان انا كبير. ده اكيد ده شخصيته، او اكيد ده بيعرف يتعامل مع البنات كويس، او اكيد فاهم قوي دماغ البنات لدرجه ان هو اي بنت عايزها بيقدر يتحصل عليها. لكن البنت لما تقول كده ما ينفعش، انت كده بتقللي من نفسك، مش هينفع. انت كده بتقللي من نفسك. عايزك تعرف حاجه كمان، ان المفتاح اللي بيفتح اي قفل الناس بيسموه الماستر كي. الماستر كي، المفتاح دوت مفتاح عالي الجوده، مفتاح عالي القيمه، مفتاح برنس بيفتح اي قفل. لكن القفل اللي بيتفتح من اي مفتاح، فده قفل تعبان وقفل مصدي ولازم نتخلص منه. فتاني حاجه تقلل منك، لكن بالنسبه للراجل دي حاجه تعليه وتعلي من قيمته. طبعا هو حرام، بس بقول في نظر المجتمع يعني عامل ازاي الموضوع. Do you have any idea how many men have wanted me? هو انتوا عارفين او انتوا عندكم فكره كم راجل كان عايزني؟ اوكي. And not gotten me? طبيعي طبيعي. طيب لان هم رجاله. بقول لك هو انتوا عارفين كم راجل كان عايزني ما قدرش عليا؟ هم رجاله. البنت هي بتختار راجل، مش راجل هو بيختار البنت. اوكي. Granted, some dusties have caught me slipping. But there has never been a single man that I have wanted that I have not gotten because men... ايوه. are cheap and easy. هي دلوقتي بتقول انا بقى عمري ما كنت عايزه راجل. هي بتقول اول اللي انا كم راجل عايزني وما لسه هتحصل عليا. طبيعي رجاله، البنت مش سهل ان اي راجل يجيبها. اوكي. لكن هي بتقول انا بقى اي راجل كنت عايزاه كنت بقدر اجيبه. تخيل بنت جايه تقول لك كده، تخيل انت تبص لها ازاي. طب ما طبيعي يا بنتي. طب اصلا البنت قيمه بحد ذاتها. البنت قيمتها اكبر من الفلوس. البنت الرجاله عايزينها اكتر من الفلوس. البنت بالنسبه للراجل هي احلى من الفلوس. هي تفهمين يعني، هي حاجه حلوه. فانت لما تروح عند راجل وتقول عايز اي راجل عايزاه اقدر اجيبه، طب ما هو طبيعي، انت بنت.
طبيعي انت بنت، البنت ده تجيب اي راجل. ولازم تعرف ولازم تعرف حاجه، البنت اللي جمالها اقل من العادي عندها فرص في العلاقات اكتر من الراجل الوسيم الطويل، انت متخيل؟ واللي عنده عضلات كمان، زيرو دهون في جسمه، لانها بنت. انا ما قلتش البنت اللي جمالها عادي، انا ما قلتش البنت الجميله اصلا. وبعدين في حاجه كمان، تخيل كده مثلا ان سمكه تقول انا اي قرش بقابله بيبقى سهل قوي اني ياكلني، اي قرش قابله سهل قوي. القروش دي سهله، السمكه اللي بيتكلم طبعا انت هتقول السمكه دي مجنونه او عبيطه، لكن لو قرش قال انا بعرف امسك اي سمكه الاقيها، شابوه. الموضوع ده في العلاقات حرام اكيد، بس انا بقول لك بديك دلوقتي بديك نبذه، تمام؟ تخيل مثلا تقول ان الحمام بتقول الصقور دول والنسر دوت اسهل حاجه في الدنيا، عمري ما قابلت نسر الا وعارف يمسكني. تخيل الصقور دي الناس هبله ازاي. طبعا هتقول الحمامه دي هبله، لكن لو النسر قال كده، نسر صياد، نسر عبقري. او الغزاله مثلا تقول الاسود دول اسهل حاجه في الدنيا، اي اسد بيمسكني، اي اسد لو عايز اتمسك لو عايز اتاكل هتاكل. الاسود دي سهله جدا، كل الاسود بيجروا ورايا. انت عارفه كام اسد، انت عارفين كام اسد كان عايزني وما عرفش يمسكني؟ طبيعي، لان ده على حسب شطاره الاسد. لكن لو الاسد قال كده، انا اي غزاله الاقيها بعرف امسكها، فده تعلم من قيمه الاسد. بس محتاجه حاجه، موضوع بسيط.